تنبيهات وتعليمات جديدة من القنصلية المصرية لكل المصريين اللي عايشين في الكويت. لازم الكل يلتزم ويسمع ليها، لأن لو ما سمعش هيحصل ما لا يحمد عقباه. ايه اللي مطلوب من المصريين في الكويت؟ وهيحصل ايه يعني لو ما سمعوش الكلام؟ وليه لازم يجددوا جواز السفر؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. خلال الساعات اللي فاتت طلع تحذير شديد قوي من الحكومة الكويتية للمصريين اللي شغالين هناك. لازم كل المصريين يعرفوه، لأن للأسف لو معرفوش هيكون في خساير. فكل واحد فيكم كده يعرف حد ليه في الكويت يسمع الفيديو ده كويس للآخر، ولو يبعتله الفيديو ده يكون أفضل، لأن الموضوع يستاهل الصراحة، وكفاية خسارة بقى على المصريين اللي هناك. بصوا، هو التحذير اللي طلع كان عن طريق القنصلية المصرية في الكويت، بالغرض طبعا تيسير الأمور على المصريين وإنها تلحقهم قبل ما يقعوا في الغلط. وإحنا بدورنا بنقوم بنقل التحذير ده ليكم، بس نرجو الانتباه والتركيز الشديد، لأن زي ما قلنا عايزين نحافظ على الجالية المصرية والعمالة اللي لينا هناك في الكويت. ببساطة كده القنصلية المصرية بتقول إنه لازم المصريين كلهم في الكويت دلوقتي يروحوا يجددوا جواز سفرهم، ده طبعا للي قرب جواز سفره على الانتهاء، ولأنه لو ملحقش وعدت عليه المدة فاللي هيحصل معاه مش كويس خالص ومش في مصلحته، وفق البيان اللي طلعته السفارة المصرية هناك ونقلته عنها صحيفة الأنباء الكويتية. ففي ضوء التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية المصرية بشأن الالتزام بتجديد جوازات السفر المصرية قبل انتهائها بفترة كافية، واللي تتضمن أنه في حال انتهاء مدة صلاحية جواز السفر أو امتلأت صفحاته قبل انتهاء مدته، فإنه لا يجوز تمديد الجواز، بل يجب استخراج جواز سفر جديد. ده طبعا خسارة وفلوس هتندفع والدنيا أصلا على القد، بالإضافة أنه هيتم وقف تمديد جوازات السفر، وذلك بناء على تعليمات وزارة الداخلية المصرية. ده اللي قاله البيان. بس وضحت القنصلية المصرية في الكويت انه نظرا لاشتراطات السلطات المعنية بالكويت وفقا لقانون الإقامة، فإنه لا يجوز أن تزيد مدة الإقامة التي تمنح للأجنبي ومنهم المصريين على مدة صلاحية جواز سفره. من الآخر كده بيقولك كل واحد يتأكد من سريان صلاحية جوازات السفر قبل البدء في إجراءات تجديد الإقامة بوقت كافي، وده علشان ما يتعرضش لغرامات مخالفة قانون الإقامة بالكويت. لحد هنا ونكون نقلنا ليكم ووضحنا اللي الحكومة الكويتية بتحذر منه دلوقتي، وواجب على كل واحد بيسمع الفيديو ده وليه حد في الكويت إن هو يبعت له الفيديو ده حالا أو يبلغه باللي بيحصل هناك، علشان يلحقوا من إنه يقع في الغلط ويدفع غرامة. وانتوا زي ما شايفين الدنيا مش مستاهلة غرامات وفلوس تندفع أكتر من كده خالص.